والصندوق ده قاعد يقوم بشنو؟ الصندوق ده قاعد يقدم شنو؟ صندوق ده مستفيدين منه الطلاب ولا مجرد دعاية وصندوق؟ صندوق ده شنو اللي بيقدمه للطلاب؟ كده على سبيل المثال خلونا نتوقف وقفة بسيطة. الآن في موجة بتاعت برد، وموجة برد عالية جدا، بس كده خلونا نقيف الآن هنا. أنا داير أسأل الصندوق الآن في موجة البرد دي وزع بطاطين للطلاب اللي قاعدين في الداخليات؟ على فكرة القاعدين في الداخليات ديل موجة البرد دي جاتهم طلاب جايين من حتات بعيدة، يعني كانوا قاعدين بملايات يمكن، لكن الآن في موجة بتاعت برد، البيوت كلها تحركت لأنه تغي نفسها من البرد ده. كيف؟ هل فكر في الشتاء ده والبرد الداخل علينا ده بس كحاجة هسه إسعافية إنه يوزع بطاطين؟ لأنه على فكرة قبل فترة في معلومة خطيرة جدا، قبل فترة في معلومة بتقول إنه الصندوق داير يشتري عبايات للبنات الطالبات. تخيلوا معي، الصندوق اشترى عبايات لطالبات بمبلغ 4 مليار جنيه، عبايات ب4 مليار جنيه، 4 مليار جنيه ناخد تحت خطين، دي عبايات للطالبات. والحصل شنو؟ طلعت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، يعني خفيفة، يعني خفيفة هي ذاتها، وده بعد ما صرفت على الطالبات. بعد ما صرفت على الطالبات تاني جمعت ورجعوها للأمانة العامة. لا يا اخواننا ده كلام؟ اخواننا نقطة تانية أنا عاوز أتكلم عنها وغريبة جدا. لما عاينا لصندوق رعاية الطلاب، يا اخواننا في كل حتة في العالم، في كل حتة في العالم، دول العالم الأولى، ما في زول بيقعد على رأس إدارة أكثر من 5 سنوات، ما في، لأنه يعلم تماما ماذا يحدث بعد العام السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. رأيكم شنو إنه الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب دكتور محمد عبد الله النقرابي له 12 سنة في إدارة الصندوق، 12 سنة. شنو اللي بيخلي مسؤول قاعد 12 سنة في مؤسسة واحدة؟ شنو؟ وبرضه يا اخواننا في حاجة غريبة جدا جدا، مبنى بنوه ب110 مليار، مبنى تم بناؤه ب110 مليار، ونفس المبنى ده تم بناؤه ب54 مليار. الخلة ده يتبني ب110 مليار، وخلة ده يتبني ب54 مليار، والكلام ده في داخلية علي عبد الفتاح عشان أكون أكثر دقة. شنو؟ الأول بيقولوا لأنه كان بتمويل بنكي، وده لأنه قروشه حاضرة، لكن يا أخوانا الفرق شاسع زي ما قالوا في الغنية، فرق شاسع كبير ما بين 110 مليار وبين 54 مليار. صندوق الطلاب بين الرعاية والدعاية، ده موضوع حلقتنا اليوم اللي عاوزين نناقشه بكل صراحة وشفافية من أجل طلابنا، والطلاب الجايين من ولايات مختلفة ومن أقاليم مختلفة ومن مدن مختلفة وقرى مختلفة، والطلاب حتى الموجودين هنا ومحتاجين لرعاية. أين أنت أيها الصندوق؟ هل أنت تقوم بواجبك كامل أم هو مجرد دعاية؟ أنا والله ما محيراني إلا القصة بتاعت العبايات اللي ب4 مليار جنيه.